بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ يا رب الجميع يكون بخير. بنودع رمضان خلاص ونستقبل العيد. يا رب يهل عليكم كلكم بالخير والبركة والسعادة، ويتعاد عليكم رمضان سنين وسنين، وتستمتعوا بيه إن شاء الله يا رب، ويغفر لنا جميعا ونكون من عتقاء النار في الأيام المباركة دي يا رب. نعمل النهاردة بقى الغريبة يا جماعة سهلة جدا. هي عاملة زي البسبوسة السهل الممتنع. مقاديرها ثابتة ما بتتغيرش، ومحدش يقول لي لازم بالميزان. احنا كنا زمان مفيش بيوت اهالينا ما كانش فيها موازين، فكنا بنعملها بالكوبايات. بس المهم ان الكوباية اللي تستخدميها في الثلاث مقادير، هي 3 مقادير وبس: دقيق، سمنة، سكر. ويا ريت الغريبة بالذات تتعمل بسمن بلدي، بس طبعا لو مش متوفر السمن البلدي خلاص اعمليها بالسمن المتوفر عندك، بس هي جمالها في السمن البلدي. المهم هي بتبقى مقدار الدقيق نصه سمنة تكون ساقعة، نص السمنة سكر بودرة. والسكر بودرة يكون مطحون كويس قوي قوي ومنخول. كنا زمان في حاجة اسمها منخل الحرير. المنخل الحرير دوت يعني كان فعلا بيتعمل من الحرير، بينخل الحاجة تمام تمام. بس دلوقتي خلاص اشتري السكر البودرة اللي في السوق، مفيش مشكلة. المهم انا عندي بنفس الكوباية، انتوا لاحظتوا هي نفس الكوباية اللي عاملة بيها ال3 مكونات. عملت 2 دقيق، كوباية سمنة، عايرتها من البرطمان وبعدين حطيتها في التلاجة نص ساعة، ونص كوباية سكر بودرة. الأول بنضرب السمنة كويس، وإذا مش بالمضرب الكهرباء بالمضرب السلك أو بإيدك، بكف إيدك كده تفضلي تضربي في الطبق، في السمنة وهي في الطبق يعني. بنضربها لغاية ما تبقى عاملة زي الكريمة. هي الأول بتبقى لما أول ما بتتضرب بتبقى طرية، بس لا، نستمر في الضرب لغاية ما تبقى زي الكريمة. بعد كده نحط السكر البودرة وبرضو نخفق بالمضرب قيمة 5 دقايق كده، وبعدين نبتدي بقى نشيل المضرب وبالسباتيولا أو بمعلقة أو بإيدك نحط الدقيق بالتدريج. وما تخافيش من عجن الغريبة، لانه هي ما فيهاش سوائل. اللي بيعمل العرق او بيعلي الجلوتين في العجينة ان الدقيق يكون فيه سوائل. عشان كده بنقول ان الغريبة ما تنفعش بالزبدة، لان الروابط بتاعت الذرات وجزيئات الدقيق بتبتدي المية او السائل اللي احنا حاطينه ده يجمعها مع بعض ويكون لي اللي احنا بنسميه العرق. لا، ديت لمي فيها زي ما انت عايزة كده لغاية ما تبقى ما تلزقش في ايدك. انا هنا بكمل نخل كمية الدقيق، طبعا لازم ننخله. انا كنت نخلاه بره في الاول، بس برضو وانا بضيفه على السمنة بالسكر بنخله تاني. والغريبة لا بيتحط لها بيكنج باودر ولا بيتحط لها بيض ولا بيتحط لها اي حاجة. هم طول عمرنا طلعت على وش الدنيا لقيت امي الله يرحمها بتعملها كده، وكانت تقريبا كل ستات مصر بتعملها كده. وعايزه اقول لكم حاجه، يا ريت بلاش نقعد نقول احلى من احنا هنعمل زي بتاع المخابز. عمر المخابز ومحلات الحلواني ما هتعمل زي ستات البيت. ستات البيت هم دول الخبره. الحلواني ممكن فيهم دارسين وبيطلعوا الحاجة حلوة، بس المكونات اللي بيستخدموها لا يمكن تكون زي. معلش هقطع كلامي، انا هنا بقول لكم مش هستخدم فانيليا، لانه ريحة السمنة لما اتضربت بالسكر بجد بجد انا كنت صايمة يعني. الواحد لولا استغفر الله العظيم كان خد من السمنة دي وكلها. ريحتها فظيعة تحفة.
فما فيش داعي نحط بقى فانيليا، خلاص هي ريحة السمنة حلوة. المهم انا بقول لكم انه انتوا افتخروا بالحاجة اللي بتعملوها في بيتكم، لان انت بتعملي بطريقة نظيفة، بتستخدمي سمن نظيف، بتستخدمي زيوت نظيفة. انما اللي بره دولت كل حاجتهم حاطين فيها منكهات صناعية، فهو ده اللي بيدي النكهة للحاجات السوقي. احنا زمان كنا نقول لا لا ايه ده، دي جايبة من السوق، دي حاجات سوقي. لا فعلا يعني كانت الواحدة تتكسف تقدم لضيوفها حاجة من السوق. افتخروا بالحاجة اللي بتعملوها في بيوتكم، اعتزوا بيها، وما تحسسوش بتوع المطاعم ولا بتوع محلات الحلويات ان هم احسن منكم. لا طبعا، انتوا بتعملوا حاجة بنظافة، انت بتعمليها بايدك في بيتك لولادك. انت مش عارفة بره دولت. يلا، المهم خلصنا العجينة. معلش اني رغيت معاكم شوية، لان انا بشوف الفيديوهات كله بيقعد يقول هنطلعها زي المطاعم بالظبط، هنطلعها زي الحلواني بالظبط. لا، المهم انا بعد ما خلصت العجينة وتأكدت ان هي مش بتلزق في ايدي، غطيتها وحطيتها في التلاجة تقريبا نص ساعة او ساعة الا ربع. طلعتها بعد كده تبتدي بقى تشكليها زي ما انت عايزة. انا عملتها هنا زي الحبل كده وقطعتها قطع متوسطة. كوريها في ايدك ومفيش داعي تبططي ولا حاجة. حطي فيها قطعة اللوز او قطعة البندق او انا هعمل شوية بس الحقيقة ما تصوروش بالملبس المفضد. الكور المفضدة دي هي دي اللي كنا بنعمل بيها زمان. عملت شوية شكلت يعني. اهم حاجة بقى في الخبيز بقى يبقى على 150 في الرف اللي فوق خالص 7 دقايق بالظبط. انا قلت لكم بقى الخلاصة اللي فيها. واول ما الصاج يخرج اوعي تلمسيه بايدك، لانه هيطبع في ايدك على طول. لازم يبات وبعدين نبتدي بقى نشيله من مكانه. يا رب يعجبكم الفيديو. ولو عجبكم الفيديو بقى يا ريت ما تنسونيش في اللايك، واللي بتشوفني وما اشتركتش يا ريت تشترك وتفعل الجرس علشان اي فيديو انزله يوصل لكم الوصف بتاعه. اتمنى يا رب تعملوها وتعجبكم، وان شاء الله تعملوها احسن كمان من اللي انا عملتها. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب.